النهاردة بقى هعمل معاكم صينية بسبوسة صراحة حكاية. يعني لو كانت البسبوسة بتفشل منك او مش بتظبط معاكي، بعد الفيديو هتظبط معاكي وهتبقى الطريقة المعتمدة عندك. دي طريقتي بقالها 4 سنين، وزي ما انتوا شايفين الوش طالع مقرمش من فوق ودايبة دوب ومرملة، وزي ما قلت لكم انا ما بغيرهاش من 4 سنين. تعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا، بس شاهد الفيديو لغاية الاخر. اول حاجة عندي كوبايتين من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، اللي هو بمقدار 500 جرام. عليهم كوباية سمنة دافية اللي هي 200 مل من السمن. بعد كده بقى هتجيبي المعلقة وتقلبي خليط البسبوسة مع السمن كويس جدا لغاية ما يتغلف كله من السمن. انت بقى ممكن تحطي سمنة بلدي، اي نوع سمنة انت بتحبيه اللي موجود عندك. لازم دقيق السميد ده يتغلف كويس جدا من السمن. وممكن كمان بدل ما تقلبي بالمعلقه ممكن تبسيه بايدك كده عشان تتاكدي ان دقيق السميد اتبس كويس مع السمن. تعالوا بقى نشوف المرحله التانية. الخطوه التانية بقى هتجيبي كوبايه الا ربع من الحليب، وعليه كوبايه وربع من السكر، وتلت كوبايه من العسل الابيض. ولو مش متواجد عندك العسل الابيض عادي مفيش اي مشكله، حطي تلت كوبايه من شربات الكنافه التقيل. ما عندكيش شربات كنافه تقيل، حطي تلت كوبايه من العسل الجلوكوز اللي موجود عندك، تمام، عشان ما تقفيش على اي حاجه. وهتحطي معلقه صغيره من الفانيليا، وتجيبي بقى المضرب يا ست الكل، المضرب اليدوي، وتقلبي كويس لغايه ما السكر يدوب خالص. انا عاوزه السكر يدوب خالص، ما يكونش ليه اثر خالص، عشان لما اجي احطه على دقيق البسبوسه ما يكونش فيه سكر خالص. بعد كده بقى هنجيب الخليط السوائل بتاعتنا ونحطه على خليط البسبوسه. وفي المرحله دي بقى مش عاوزه اقلب كتير، لو قلبت كتير في المرحله ديت هتنشف معاك البسبوسه. يا دوبك هتديها تقلبتين 3 كده، بحيث ان دقيق السميد ده يتشرب السوائل، وبعد كده خلاص ما تقلبيش تاني. شايفين هو كده اتشرب السوائل بتاعتنا. بعد كده بقى هشيل المعلقه واجيب صينيه البسبوسه وادهنها قطعه من السمن، او ممكن تدهنيها بقطعه من الزبده. بعد كده بتفضي فيها الخليط بتاع البسبوسه، وتبتدي بقى تفرديه يا ست الكل في الصينيه. طريقه سهله جدا صدقوني، ويا ريت تمشوا على الخطوات، وهتطلع معاكم احلى بسبوسه، وهتطلع معاكم ناجحه من اول مره. كلنا بنحب البسبوسه، بس بنخاف ان هي تفشل مننا او ما تظبطش معانا. فانتي شوفي الفيديو وشاهديه لغايه الاخر، هتطلع معاكي ناجحه ان شاء الله. بعد كده بتخبطي الصينيه خبطتين 3 كده 4 لغايه ما تتسوى خالص. شايفين اتسوت خالص اهي. بعد ما تسوت معايا خالص، بعد ما خبطتها على الرخامه، بروح عامله جايبه شويه سوداني واحط فيه عليها شويه سوداني، وادوس على السوداني كده عشان يلزق في خليط البسبوسه. ما عندكيش سوداني عادي مفيش اي مشكله. بعد ما بحط عليها السوداني زي ما انتوا شايفين، بدخلها بقى التلاجة ترتاح لمدة ربع ساعة. والخطوة دي مهمة جدا. هندخلها بقى التلاجة لمدة ربع ساعة، وفي الربع ساعة دي هنعمل الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا سهل جدا. عندي اول حاجة كوباية ونص من المية، وبنفس الكوباية كوباية وربع من السكر، وعندي كمان عصرة نص ليمونة بس مش هحطها دلوقتي. هنقلب دلوقتي على البارد لغاية ما السكر يدوب. بعد ما السكر يدوب خالص هرفع الحلة بتاعتي على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. وبعد ما ياخد أول غلوتين، بعد أول غلوتين هتحطي عصير الليمون. كده غلق أول غلوتين هتحطي عصير الليمون، وهتحطي عود من القرفة، وتسيبيه على البوتاجاز لمدة 5 دقايق، لأن شربات البسبوسة لازم يكون خفيف مش تقيل. بعد 5 دقايق بقى طفيت عليه، وهحط قطعة من السمنة البلدي. لو متواجد عندك حطيها، مش متواجد عندك عادي مفيش أي مشكلة، ما تحطيش خالص عادي. بعد كده تعالوا بقى نطلع صينية البسبوسة بتاعتنا من التلاجة وندخلها فرن البوتاجاز. طلعناها من التلاجة ندخلها فرن البوتاجاز على الرف الأوسط على درجة حرارة 200. وأول ما تحمر الحروف هتولعي لها آخر 5 دقايق الشواية من فوق. طبعا البسبوسة طلعناها سخنة والشربات بتاعنا سخن، ونبتدي بقى نسقيها. البسبوسة الناجحة تعرفيها ناجحة لأن أول ما بتحطي عليها الشربات بتشرب الشربات على طول. البسبوسة اللي بتبقى مش ناجحة وبتسقيها بالشربات، الشربات بيبقى عايم عليها من فوق كده، بيبقى عايم ومش شاربة الشربات خالص. أما البسبوسة بتاعتنا القمر ناجحة،
تشرب الشربات على طول. شربت كمية الشربات كلها. بعد كده بقى بتسيبيها تبرد شوية، وبعد كده تبتدي ايه تقطعيها. ده كمان كل ما تسيبيها وقت اكتر، يعني وقت طويل، ما تقطعهاش ساعتين، يعني هتطلع معاكي الحتة بحتتها، يعني تبقى ماسكة نفسها. انا الصراحة ما صبرتش عليها، هو بعد ربع ساعة بالظبط وابتديت ايه اقطعها، لاني مستعجلين عليها وكمان عاوزة اخلص الفيديو بسرعة. حلوة جدا بجد بجد، صدقوني حلوة جدا. يا ريت تصدقوني وتعملوها، وبعد ما تجربوها قولوا لي رأيكم في التعليقات، لان بجد هتطلع معاكم ناجحة من اول مرة. طلعت القطعة زي ما انتوا شايفين، الوش بتاع البسبوسة طالع مقرمش من فوق، وهي طالعة مرملة خالص ودايبة دوب. واحلى حاجة ان السكر فيها مظبوط، ولا مسكرة قوي ولا ناقصة سكر. شايفين من جوه دايبه دوب دايبه دوب، وكمان مرمله خالص. يلا بقى، لو عجبتكم البسبوسه بتاعتي اعملوا لي لايكات كتير وشير كتير، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا منزله. يلا قولوا لي رايكم في التعليقات.